نعود إلى المغرب ومعنا من هناك وتحديدا من مراكش مراسل العربية عادل الزبيري. عادل، كنت قد سألتك حول التفجير في مراكش، هل اتضحت أسباب هذا الانفجار؟ أتمنى أن الصوت في هذه اللحظة أفضل. الصورة إلى حد الساعة تشير بحسب معطيات رسمية حصلنا عليها من مسؤولين أمنيين متواجدين في عين المكان، تشير إلى أن حصيلة القتلى في هذا الانفجار 13 ضحية، الجنسيات غالبيتها أجنبية، وكذلك هنالك حوالي 20 جريحا. يتم الآن العمل على مساعدتهم على مستوى التدخل الطبي العاجل. السلطات الأمنية تباشر تحقيقاتها الميدانية وتقول إنه من السابق أوانه معرفة أسباب هذا التفجير الذي ضرب مقهى عمومي في أكبر ساحة عمومية في مدينة مراكش السياحية. التفجير أو الانفجار وقع بالتوقيت المغربي في الساعة 11:35 وهو ما يعادل الساعة 10:35 بالتوقيت المحلي. شهود عيان قالوا للعربية إن الانفجار كان قويا جدا وسمع دويه في أماكن متفرقة قريبة من ساحة جامعتنا الساحة الأشهر في مدينة مراكش. نعم. طيب عادل، يعني لم يتبين إذا كان التفجير بالفعل هو ناجم عن سخان للماء ومن ثم أو حتى خارج هذه المقاهي في الساحة أو غيرها. إلى حد الساعة شاهدنا عناصر الشرطة العلمية تقوم بعملية كشف دقيق لمكان التفجير. هذا المقهى دمر بالكامل سابقه الثاني الذي وقع فيه الانفجار. شاهدنا كذلك مجموعة من الأحذية والنعال البلاستيكية، وكذلك شاهدنا مجموعة من البقايا، بالإضافة إلى وجود ملابس وكذلك وجود قطع جلدية. طيب، فإلى حد الساعة ننتظر المسألة، ومن الممكن أن يكون تفجير إرهابي ومن الممكن أن يكون تفجير عادي. في اللحظات القليلة المقبلة أتوقع أنه سيتم تأكيد هل هو أمر إرهابي، عمل إرهابي، أم هو تفجير عادي ناتج سواء عن انفجار قنينة غاز أو عن انفجار تخزن. عادل، يعني حجم الأضرار هل هي فقط في هذا المقهى أم امتد إلى الأماكن المجاورة؟ الأضرار متواجدة فقط في هذا المقهى، كما قلت الطابق الثاني من المقهى دمر. المحلات التجارية على اعتبار أن هذه منطقة تجارية شعبية كبيرة مفتوحة، الأضرار تشمل فقط المقهى ولا تشمل أي منطقة أخرى غير المقهى. طيب، جنسيات القتلى ذكرت أنه غالبيتهم من الأجانب، هل من جنسيات معينة؟ إلى حد الساعة شاهدت أحد عناصر الشرطة العلمية يحمل جوازات سفر أوروبية تم العثور عليها في مكان التفجير. التأكيدات الأولية للشرطة المغربية تؤكد أن قرابة أكثر من قرابة غالبية الضحايا هم أجانب. من المتوقع أن يكون 12 ضحية أجنبيا وواحدا فقط من الضحايا من القتلى هو مغربي. إذن عادل، حتى الساعة لا نتوفر عدد الأسماء ولا عدد الجنسيات، ولكن سيتضح الأمر بعد قليل وتكون الصورة أكثر وضوحا وأكثر جلاء. إذن سنعطيك هذا المجال ونعاود الاتصال بعادل الزبيري مراسل العربية، كنت معنا من مراكش، شكرا جزيلا لك.